السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل تجربة البركان. انا مش عارفة اتكلم من الحماس. معانا خميرة وصابون وبيكربونات الصوديوم ومية اكسجين مش عارفة ازاي برضو، ولون احمر وحاجة نعمل فيها. تعالوا نبدأ. نحط معلقة صابون وكتاب خميرة فورية ونحط معلقتين بيكربونات الصوديوم ومعلقتين خل يا بنت قلبي. احنا زودنا بيكربونات الصوديوم وجبنا حاجة اصغر وشلنا مية الاكسجين وشلنا كمان الخميرة، وهنغير الترتيب. اول حاجة نحط بيكربونات الصوديوم كلها، بعدين هنحط اللون علشان ايه حتى لو غلطنا يكون فيه لون. ودلوقتي هنضيف الصابون، نحط معلقة ونقلب. الله، اللون الاحمر. وبعدين بقى هنحط الخل. والله تقيل. بالراحة. خلاص كده انت خلي. كفاية خلي كفاية. سيبي المفرش. لا هو كفاية بجد. عايز دوري. مية كده. نجحت يا حياة. وكده خلصنا التجربة وخلصنا المكونات اصلا، وهي دي التجربة الفاشلة يا فاشل. دي لو حطينا عليها بيكربونات صوديوم وزودنا خل هتشتغل. واشوفكم في المختبر من جديد. اللي حصل ده بسبب تفاعل بيكربونات الصوديوم والخل. التفاعل دوت ادى لصنع غاز ثاني اكسيد الكربون، وهو اللي خلى البركان يفور.